همشي على اكتر انواع معروفة ومشهورة في الاير فراير. هنبص نظرة عامة على كل نوع، مميزاته، عيوبه، عشان قبل ما تشتروا حاجة تبقى عارفين ايه المميزات والعيوب بتاعة الاير فراير او المنتج اللي انت هتشتروه. اول نوع هبتدي بيه هو نوع ديلونجي. ديلونجي من اقوى الانواع والاول الانواع اللي نزلت الاير فراير. هقول لكم ايه المميزات بتاعتها. اول حاجه هي متعدده الاستخدام. يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل فيها طهي، اشوي فيها، احمص فيها، اخبز فيها، تسخين، اعمل فيها كذا حاجه. الحاجه الخاصيه التانية ان هي عندها خاصيه المالتي فراي الهوائيه. الخاصيه دي هي ينفع اعمل فيها انواع كتيره ومختلفه من الاكل، زي مثلا بيتزا، حلويات، اطهي فيها حاجه، ممكن استخدم فيها زيت او ما استخدمش، فبتديني تنوع